بيصير فيها هيك، ولا امتى البلاد بيقعد حالها هيك، راهي الدنيا وقفت، تعتبر الدنيا وقفت، ارزاقنا وقفت، الشعب راهو يغلي من الاخير. قصدي كان فلت الامر، راهو ما تعرفش، ما فيش حد بيتامن عليه. قصدي كل الشعب بيطلع يغلي، الشعب كله، لانكم ارزاقهم وقفتوهم، دنيتهم كلها واقفه، فسدتوا لهم بضاعته. حتى اللي يجيب في الغذائيه ويجيب في كذا يقول لك انا بنجيب البضاعه بتفسد. تمشي للمخابز تلقاها دنيا زحمه تتقل، تمشي للبنزينه تلقاها ما فيش، حتى باش تعبي المولد اللي انت تبي تولع به باش تخدم ما تلقاش منين تعبي له بنزينه. قصدي لامتى باهي وتقول لي تو بنوفر، قصدك انت لين يطيح الفاس في الراس انت باش توفر؟ قصدي لين يموت الشعب قدامك انت باش تبدا توفر؟ فكنا من جوة الوعود هذه، وفكنا من دوة سوف وسنعمل هذه كلها قصدي دسكات مخبشة فاتت على الشعب وما عادش تفوت عليه خلاص. احنا فترة رمضان مشت تقدر تقول انقطاع الساعات كان من 4 ل 6 ساعات، الشعب قابل به. لكن حاليا طق 18 ساعة، بدت 6 ساعات اللي يجي فيها ارزاق ناس وقف، ناس تعالج وناس تمشي مصارف تسحب فلوسها وقفت، الدنيا كلها وقفت. قصدي العاصمة هذه فيها حوالي 2 مليون ونص، لكن باقي في ناس تغسل في الكلى، في ناس عندها معاشات ما خدتهاش بتوكل صغارها. باقي شيني البنزين بدينا حتى اللحم ناخذه فيه بالكيلو، ده بوجبتك وخلاص، لانك انت مش متوقع تضيع. مرات الدنيا كلها فسد، ومرات يجيبوا فيه قوي والله، ولامس هذا البال اللي هو يتقربع من هنا ويتقربع من غد، كان غير في حد تحته نازل مقعمز راهو قتله. وهذا كله عادي عندكم انتم مسليطا، الدم الليبي ارخص دم في العالم كله، ما عندكمش قصدي غيرية على بلادكم ولا عندكم حتى حاجه بجد ولا الا وصل الزين الزباد. يلا ما عادش في حل معاكم الا انه هو الشعب يطلع كله وينحيكم، هذا الحل الوحيد. انتم باش تبدوا بعدين تفكروا هيك يديروا حل جذري للموضوع هو، لكن بالطريقه هذه البلاد والله لا ضيعتوها وضاعت البلاد في جرايركم كلكم، صغاركم من برا وانتم هنا غير منظر وخلاص.